من الطبيعي أن تنفذ تذاكر مباريات المنتخب الجزائري فقط في لقاءات الدور الأول من الكان. شيء غريب وغريب جدا. الثلاث مباريات نفذت التذاكر أو الدفعة الأولى من التذاكر نفذت في وقت قياسي، حتى لا نقول في وقت أو في دقائق أو في سويعات قليلة وقليلة جدا. هل من الطبيعي أن تنفذ التذاكر؟ هل هي خطة ربما لتشجيع السوق السوداء مع أفراد الجالية الجزائرية اللي راح يكونوا حاضرين بقوة في نهائية كأس إفريقيا وفي المباريات الثلاثة قبل مباريات الدور الربع نهائي أو ثمن النهائي، الربع نهائي والنصف النهائي، ولما لا النهائي لمنتخبنا الوطني؟ الأمر أصبح محير. هل الأمر مدبر؟ الجزائر السودان، الجزائر بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية الجزائر. اللقاءات هذه صراحة سي با ديزافيش، ما واجهناش ليس الجزائر السنغال أو الجزائر تونس أو الجزائر مصر، لقاءات مع منتخبات ليست بالمباريات الكبيرة مثل ما سنشاهده ربما في الأدوار المتقدمة. لكن رغم ذلك كل اللقاءات نفذت التذاكر بسرعة البرق. تعطينا تذاكر اللقاءات. اللقاء الأول أمام السودان في الجروب أو، طبعا ليكيب ميركودي لو 14 ديسمبر، ما هم غالطين ماشي على الساعة 8. الكومبلكس وين؟ الأموال إبويزي. اللقاء الثاني لقاء الجيري بوركينا فاسو اللي هو نوعا ما أبرز لقاء، ما في شوية كيف فاز إبويزي، خلاص الأموال، خلاص كل التذاكر. اللقاء الثالث لقاء غينيا الاستوائية الجزائر يوم 31 ديسمبر، فاز إبويزي. اسك سي نورمال كي كومبارازار حتى البلد المنظم لقاءاته ربما لا ادري ولكن بالتاكيد ما شفناش هذه تاع إبويزي. يا ديزافيش في البريمي تور، لكن الا لقاءات المنتخب الوطني الملعب سيكون بشبابيك مغلقه. هذا كان منتظر، ولكن ليس شهرين قبل بداية الدورة. سامي العماري، ما الذي يحدث؟ هل علينا أن نخشى من الآن لعبة الكواليس أم علينا أن نحسن الظن ولا نتكلم الآن إلى غاية بداية الدورة؟ والله أنا رضوان، أنا بريفير واش قلت اون دوزيام بوزيسيون، نحسن الظن باسكو على بالي باللي المنتخب الوطني كاين بزاف جزائريين حابين يحضروا هاد لا كوب دافريك سورتو في الخارج، ومنها كوم لا فونت elle se fait sur internet. Je pense que les Algériens ont pris leur devant. Maintenant باش نقول لك اسكي ان ترافاي دو كوليس ولا كاين مؤامره دي، والله ما عندناش بزاف معلومات على الموضوع. والحبامه وكانت بوتيت لا فيدراسيون تعطينا des indications sur ça. La plateforme c'est pas la fédération. Non mais la fédération est capable d'avoir des informations كيفاش هاد الكوطات تباع et tout. C'est un de la fédération, c'est un interlocuteur. Mais je préfère me dire que les Algériens حابين يروحوا للمغرب باش يكونوا بقوة في رباط. Moi je préfère réfléchir comme ça. رشيد عباد، كيف تعلق على هذا الأمر؟ البعض يؤكد بأنه الجاليه الجزائريه راح تكون حاضره بقوه، سي نورمال كو يخلصوا لي تيكي بسرعه قياسيه، لانه الملاعب راح تكون متلعب الجزائر راح يكون الملعب ممتلئ عن اخره. ولكن كاس العالم انا متاكد انه كاس العالم يوم 5 ديسمبر كاين قرعه كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه. راح نعرفوا يوم 5 ديسمبر الجزائر مع من راح تكون في الدور الاول، واذا تاهلنا الدور الثاني وهو فما متاكد انه راح يوضعوا مباشره بعد ذلك الليبيين اون فونت، ما راحش يكون نفس الشيء، رغم ان الامر يتعلق بكاس العالم. هذه كاس افريقيا. وي من المغرب والامريكان ماشي كيف. وي الجاليه الجزائريه متواجده بقوه في الولايات المتحده الامريكيه وفي كندا وفي كل بقاع العالم. وين تروح تلقى لي زالجيريا؟ على بالي باللي لي زالجيريا حيكونوا بقوه في كاس العالم. شفناها في البرازيل بعيده، ولكن شفنا الاعداد الغافره. لماذا هذا الحدث صار إلا في مباريات المنتخب الجزائري حسب رأيك؟ خاصة شوف ملعب هذا مولاي حسن ما مشاش شحال يرفد 60,000 متفرج هذا الملعب. لا ما يرفدش. شحال يرفد هاكا؟ ما عنديش المعلومة، راك تسأل فيا الآن. لازم 40,000 لا 50,000 با بليس، يعني هكذا نعرفوا ابوبري الكومبلكس هذاك
انا لا اظن ان الجزائريين 50,000 شراو تذاكر. الجزائريين على اقصى تقدير ان نقول ابوبري بين 15,000 و 20,000 جزائري اللي اقتنوا تذاكر. السودان انا نشوف الازمه تاعهم كيفاش لهذا الاسباب انا اليوم نطرح علامه استفهام. ربما السوق السوداء عفوا ربما بالك الناس شراو هذو لي تيكي على بالهم بلي الجاليه الجزائريه حتحضر بقوه. نعم. يقول لك نشروا لي تيكي هذه بروميير كوطا اللي شراوها كامل خلاص ايبويزي في انتظار دوزيام كوطا، ويقال ربما يزيدوا كوطا صغيره. يقول لك تجاره مربحه لانه الجمهور الجزائري حيحضر بقوه في المغرب خاصه جاليتنا في الخارج. يقول لك يجي لتما ما يشوفش ليكيب ناسيونال، وكانوا يقولوا له 500 اورو البي يشريه. عرفوا لي سارجيني يقول لك مالا نشروا كامل لي تيكي ونبيعوهم في السوق السوداء، راح ندخلوا اموال كبيره مع الجزائريين اللي حيتنقلوا مع لي فات دو فان داني يكونوا كامل في المغرب ويشروا لي تيكي. ممكن بالك هذه فرضيه. هذه فرضيه. نعم. فرضيه. وانت تعرف ان باللي منذ شهر الكاف دارت يعني بواحد القوانين باش تدي الفيزا الكترونيك باش تحضر، والفيزا الكترونيك اللي تريبيوتير دو لا بريزونطاسيون دان بيي دونطري. ما يكونش عندك ان بيي دونطري تاع سطات ما يعطوكش الفيزا دونطري باش تروح تشوف الكارت. شوف باش ما ندخلوش في هذا الامر. هذه مهمه. صافي دير اليوم ما عندكش بيي ما تقدرش تروح تشوف. ماشي مهمه. ما تقدرش تنقل. ماشي مهمه سي نعم. ونهرب بحال اللي يدابزوا هذا يلا الله يعاونكم.